ده يا ابني؟ انت حلويت كده ليه؟ انت برضه مش من مواليد السبعينات ده، ولا كأن عندك 20 سنه. سبحان الله. قولوا بقى سبحان الله في التعليقات. السؤال هنا، هو الاكل له علاقه بالشيخوخه او بشكل البشره؟ الجواب ايوه. اللي بناكله هو اللي يقدر يا اما يسرع العجز يا اما يقلل العجز. طب ايه بقى اللي بيخلي الجسم يكبر ويعجز بسرعه؟ الفري راديكال. اسمها كده الفري راديكال. هي دي المواد اللي بتتكون وبتاثر على السن سواء بالزياده او بالنقصان. الفري راديكال دي بقى احفظوها، هي اسمها كده. دي اللي بتيجي من الاكل غير الصحي، التلوث والتدخين والفاست فود والقمح الكتير، يعني اللي بياخدوا عيش كتير ونشويات، وكمان السكر الكتير، وبتهاجم الخلايا. هي دي بقى اللي بتعمل التهابات وبتخلي الجلد يكرمش بسرعه، لان هي بتهاجم الكولاجين. السكر الابيض بيرتبط بالكولاجين ويأثر عليه ويضعفه. هتلاقي بكره العمر بتجري على وشك بشكل اسرع. ستوب لغايه هنا ونفرملها. نعمل ايه بقى عشان ستوب؟ اول حاجه بقى مضادات الاكسده، توت، فراوله، رمان، طماطم، سبانخ. دي بقى اللي بتحارب الفري راديكال وبتقلل الشيخوخه. ثاني حاجه بقى الاوميجا 3 اللي هي مصادر السمك الدهني، التونه، الماكريل، السردين، البسارية اللي احنا بناكلها عندنا هنا في اسكندريه. دي بقى دورها اللي هي بتقلل الالتهابات وبتحافظ على رطوبه الجلد ومرونته. ثالث حاجه بقى البروتين الصحي، يعني دجاج، بيض، بقوليات. ده بقى مهم للجسم عشان بيبني كولاجين جديد بيحافظ على نعومه البشره وعلى شكل الوجه، وبتدي بشره مشدوده وناعمه. والجفاف اكيد يعني تجاعيد اسرع. الاكلات المخمره دي اكيد معروفه بقى، اللي هي البروبايوتيك، ودي زي الزبادي والرايب، ودول اشهر حاجه. ودي بقى اللي بتغذي ميكروبيوم الامعاء، وده اللي بيديني في الاخر بشره ناعمه وصحيه. سادس حاجه بقى الفيتامينات الاساسيه، واشهرها فيتامين سي، وده اساسا اللي بيدخل في تكوين الكولاجين اللي بيحافظ على شكل البشره ونعومتها. فيتامين اي بيحمي الجلد من اشعه الشمس. زنك وسيلينيوم بيقللوا الالتهابات وبيزودوا شباب البشره ويقللوا جدا فرصه نمو التجاعيد. حاجات كده بقى بسرعه بتزود الشيخوخه: سكر ابيض، حلويات، لحوم مصنعه ومقليات، الافراط في تناول الكافيين والكحوليات، قله النوم، واكيد التوتر. الاكل هنا مش بس سعرات ووزن، الاكل كمان انتي ايجينج طبيعي. لما ناكل بقى اكل صحي غني بمضادات الاكسده والاوميجا والميه، نلاقي بشرتنا اصفى وجسمنا انشط، واكيد هنقدر نعيش شباب على طول. يعني باختصار، شبابك في طبقك. ما تنسوش بقى الخمس حاجات: لايك وشير وكومنت ومتابعة الصفحة، وتعمل منشن أكيد لصاحبك اللي شايفه عجز قبل أوانه. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذية العلاجية.